خير يا حاج حسين يا لبيب. عمالين تتصلوا بيا وتبعتولي وتعال عايزينك ولازم نشوفك. خير؟ رجعتوا حسابي لما كنت في الزمالك، لقيتوا ليا فلوس هتدوها لي ولا حاجه؟ يا إمام يا ابني، احنا لاقيين نقبض اللعيبة اللي معانا لما هنبعت لك انت علشان تيجي تاخد فلوس. وبعدين انت مش من ابناء نادي الزمالك، فكنا عايزين نطمن عليك ونشوفك. ما هو في الاول وفي الاخر ده بيتك. بقول لك ايه، ولا بيتي ولا شقتي، دي كانت مرحله في حياتي وخلاص مسحتها باستيكه. واساسا انا من صغري اهلاوي. انجز بس وهات اللي عندك، وبلاش جو انك تجر معايا ناعم ده علشان انا عارفه. ماشي يا ايمو، صحيح صدق اللي قال عليك امام الحراق. بص يا ابني، من الاخر وعلى رأي المثل، اللي يتكسف من شبكة خصمه ما يجيبش فيها جوان. واحنا عايزينك ما تجددش عقدك مع النادي الاهلي. ما جددش عقدي مع النادي الاهلي؟ ليه ان شاء الله؟ اوعوا تكونوا فاكرين ان هرجع العب في الزمالك تاني، ده من عشر المستحيلات. ده انتوا لو اديتوني 200 مليون عمري ما وافق. برضه بيكلمني في الملايين. يا ابني قلت لك ما عندناش فلوس، وبعدين احنا لو عندنا فلوس مهما كانت مش هنقدر على المرتب بتاعك علشان حراق زيك. ما انت من ساعة ما رحت الاهلي وانت عديت الفلنكات، ايش مرتب وش عقود رعاية وش اعلانات. قل اعوذ برب الفلق. يا حاج حسين قول ما شاء الله بدل ما اتكوم قدامك هنا. وبعدين لما انتوا عارفين انكم مش هتقدروا تدفعوا المرتب بتاعي ولا معاكم فلوس اساسا، عايزيني ما جددش ليه عقد مع الاهلي؟ هتعينونا رئيس الزمالك مثلا؟ لا، بقول لك ايه يا ايمو، اقف عدل واتكلم عوج. امال انا بعمل ايه يا ابني في النادي هنا؟ يا ابني افهم الكلام. احنا مش عايزينك تجدد مع الاهلي، وعايزينك مثلا تروح بيراميدز او الخليج، معاهم فلوس كتيره. او تعمل زي الواد وسام ابو علي وتروح تلعب في الدوري الامريكي. ايوه فهمت. اللي هو يعني الحاجه اللي ما تبقاش معايا ما تبقاش مع غريمي. بس انا حابب الفت نظرك لحاجه. انا لسه عقدي قاعد فيه 3 سنين مع الاهلي، يعني يدينا ويديك طولة العمر. ياه، 3 سنين؟ ليه يا ابني؟ انت كنت ماضيلهم مدى الحياة. وبعدين محلولة يا سيدي، احنا هنطلعك على نادي في الدنمارك تلعب فيه شهر ولا 2، وبعد كده تيجي على بيراميدز او تروح الخليج زي ما تحب. طب معلش، يا ريت الفريق اللي في الدنمارك ما يبقاش ميتلاند، لان لما رحت لهم اول مره وقبل ما امشي كنت ساحب حاجات شكك من الكافيتيريا بتاعت النادي وما حسبتش عليها. انت جاي تهزر يا حاج حسين؟ انا مش هسيب الاهلي ابدا، وهجدد لهم 10 سنين كمان لقدام. يعني كده يا ايمو؟ ماشي، يا خسارة تربيتنا فيك. كده انا ما قداميش غير الخطة البديلة بيه. بقولك ايه، لو قابلت الواد زيزو او بن شرقي اي حد فيهم ابعتهولي ضروري علشان عايزه في حوار كده.